بصي بقى من الاخر كده، دي اجمل مره عملتي فيها الوصفه دي. اولا وصفه اقتصاديه ومفيش اسهل من كده. هاتي حته لحمه يا باهيه وتعالي نعمل النهارده الوصفه الاقتصاديه الخطيره دي. اول حاجه هنا عندي حوالي ربع كيلو لحمه او اكتر شويه، حطيت عليهم بصلايه مبشوره، معلقتين كبار من البقسماط الناعم، والبهارات بتاعتك بقى هنا من كل حاجه نص معلقه بهارات اللحمه، وكمان فلفل اسود، وكمان عندي هنا معلقه هرميه كده من النشا، وظبطت الملح بتاعي، وكمان نص معلقه صغيره من البابريكا. طيب قلبت كل ده كويس قوي في بعضه لحد لما بقت عجينه زي ما انت شايفه كده متجانسه معايا كويس قوي. خصوصا انتوا عارفين الكفته بتبقى محتاجه كده تاخد كده يعني ايه تقليبه حلوه. عندي هنا طبق بقى او صينيه اي حاجه هتبداي ان انت تشكلي عليها الكفته، وهتبداي ان انت تشكلي الكفته كرات زي ما انت شايفه كده، صغيره بقى قوي وسط. انا عملتها الوسط بس ما شاء الله عملت معايا كميه محترمه. زي ما قلت لكم ده حوالي كده 300 جرام يعني او 350 جرام من اللحمه. تمام. طيب عندي هنا بعد ما خلصت تشكيل كرات اللحمه بالشكل ده، عندي هنا بقى طاسه سخنه على النار، نزلت فيها كده بمعلقه كبيره من الزبده، وهنزل بكرات اللحمه بتاعتنا دي بقى لغايه لما اسيبها خالص تاخد لون زي ما انتم شفتوا كده من تحت، وبعد كده ابدا اقلبها. وبعدين انا هنا طبعا بغطيت عليها حوالي سبتها بس كده 5 دقايق على النار عشان برضو تستوي مع بعضها. هبدا هنا بقى اشكلها اسيبها قصدي كده واقلبها مع بعض زي ما انت شايفه ما شاء الله متماسكه جدا. وده من معلقه النشا الصغيره اللي احنا حطيناها بتخلي الكفته معانا متماسكه، والبقسماط بيشرب السوائل اللي بتبقى من البصل واللحمه والحاجات دي. تمام. طيب هنا خلاص خدت اللون بتاعنا الجميل ده. هبدا بقى اطلعها من الطاسه بالشكل ده كده على جنب، وفي نفس الطاسه والصوص بتاع اللحمه الخطير اللي نازل منها هننزل تاني هنا ببصلايه مبشوره بالشكل ده. ومحدش يقول لي انت بتستخدمي بصل احمر، هو اللي متوفر دلوقتي يا جماعه. عندك ابيض حطي، عندك احمر حطي، ده اللي كان متوفر عندي في البيت. طيب بصي بقى بعد ما خدت بقى اللون كده معانا قلبتها تقليبه وخدت كل يعني زي ما بنقول كده الخيرات اللي كانت في الطاسه، نزلت عليها بفصين توم، وهنا عندي نص كيلو من عصير الطماطم. تمام. هبدا بقى حطيت نص كيلو عصير الطماطم عليهم بعد ما خدوا تشويحه التومه والبصله. هبدا بقى هنا ابهر الصلصه بتاعتي عباره عن بهارات بقى وبابريكا، وكمان فلفل اسود، معلقه صغيره ضروري من السكر، وكمان مكعب مرق وده اختياري. وهبدا هنا اسيبها تتسبك خالص على النار. بعد ما اتسبكت معانا هنا الصلصه بتاعتي، هنزل بقى هنا بكرات اللحمه بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. عايزه اقول لكم خطيره بجد. عندي هنا كمان بقى ربع كيلو من الفاصوليا البيضاء، طبعا مسلوق، وكلنا عارفين نسلق الفاصوليا البيضاء في ميه مغليه، وتحطي ربع معلقه بس من الكمون وهي بتتغلي وهي قصدي بتستوي، وبعد كده بتديها شطفه تحت الحنفيه وتنزلي في الصلصه بيها بالشكل ده. وطبعا زي ما انت شايفه كده نزلت كمان بنص كوبايه من الميه عشان تكمل معانا كده سوى الوصفه. تقدري هنا نص كوبايه الميه دي لو عندك شوربه تنزلي بيها بكوبايه شوربه، لكن انا حاطه مكعب مرق فمش فارقه معايا يعني. وكمان صوص اللحمه بقى نازل يعني كله في الوصفه. عايزه اقول لكم ريحتها بجد خطيره. شايفين قد ايه ما شاء الله اللحمه مستويه وماسكه نفسها جدا لغايه من اول الوصفه لاخرها، واللحمه متماسكه وزي الفل. ده من ايه؟ من ربع قصدي من المعلقه الصغيره اللي احنا حطيناها اللي هي النشا، بتعمل عمليه ترابط جامد جدا للكفته وهي بتستوي، ما تفكش معاكي وتبقى كده زي ما انت شايفه في الخضار زي قطع اللحمه الصحيحه يعني. تمام. طيب بصوا قد ايه الكفته معانا جميله ومتماسكه، وعايزه اقول لكم قد ايه تحفه وطريه من جوه، والفاصوليا مستويه وحاجه كده خطيره يا بنات. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوا الخضار اللحمه المفرومه دي او الوصفه دي في اي نوع خضار انتوا تحبوه، وبسمكوا طبختوا للولاد طبخه مفيده وجميله ولا غلاء الاسعار. بحبكم في الله، ما تنسوش لايك وشير.